السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. طبعا المحاضره اللي فاتت كانت محاضره بسيطه وما خليناش عليها كتير. بس ليه؟ عشان المحاضره بتاعت النهارده بقى هي التكمله بتاعتها، وهي المحاضره الاهم تقريبا ممكن اقول لك في الترم كله، عشان في الفاينل بيجي كميه اسئله عن المحاضره دي رهيب. تمام. كلامنا النهارده عن ليكتشر 6، والكلام اغلبه هيكون عن الريش. بس قبل ما نبدا، عايزك تسلم بالله وتصلي على النبي وتقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني به علما. وعايزك تجيب قهوتك وتعالى عشان الموضوع كبير كبير بجد يعني. بسم الله. في الأول بس كده من تالتة ثانوي كان في قانون أنت كنت كاتبه، اللي هو كان بيقول لك إن المومنت at any point بيساوي المومنت بتاعت ال all forces عند this point. كان يعني إيه؟ كان نظرية اسمها نظرية العزوم. إيه الفكرة بقى في نظرية العزوم؟ بيقول لك إن أنت لو كان عندك كذا فورسز وعايزين نجيب مثلا المومنت عند نقطة، حلو. لو إحنا شلنا كل الفورسز دي وجبنا الريزلتنت بتاعها وعملناه بالانجل وظبطناه كله تمام، لو جبنا المومنت بتاع الريزلتنت حوالين البوينت دي، هيطلع هو نفس المومنت بتاع كل الفورسز ايه فرادى. يعني انت لو جبت المومنت بتاع كل واحده وجمعتهم، هيطلع هو لو انت جبت الريزلتنت وجبت المومنت مره واحدة. طبعا ده قانون مهم جدا عشان هنحتاجه كتير جدا دلوقتي. ماشي. ده كلامنا عن ال 2 دي. طبعا ال 3 دي نفس الحوار يعني. تمام. وفي برضه معلومه انت لازم تكون عارفها، ان المومنت عند الريزلتنت بيساوي زيرو، عشان النقطة ديت هيبقى الفورس بتمر بيها. واحنا قلنا المومنت عند نقطة لو الفورس بتمر بيها دايما بيساوي صفر. احنا لو عملنا هنا كده، دي فورس اهي اللي هي ريزلتنت مثلا، المومنت ايه، فالمومنت اباوت ايه بتساوي زيرو. انت لازم تكون عارف المعلومتين دول. حلو. ده كده الكلام اللي على ال 2 دي. ريفيجن سريع. حلو. ايه الكلام بقى عن ال 3 دي؟ والله بص، انت ممكن تسكيب الحته الجايه، تسكيبها عادي جدا، عشان انا هقول لك القانون جه منين. عايز تعرف ماشي، مش عايز تعرف خلاص. لو سمعتها في المحاضره خلاص اسكيبها، طب ما سمعتهاش اسمعها ايه بسرعه. بص، دلوقتي احنا هنقول ان الريزلتنت موازي للمومنت. يعني احنا هنقول ان في بوينت مثلا، هنفرض ان في بوينت ريزلتنت كده والمومنت معاها في نفس الاتجاه. فطالما في حاجه موازيه لحاجه، فمعنى كده ان الحاجه دي بتساوي ثابت في المومنت في التاني، صح؟ يعني أنا قلت لك ده موازي لده، فممكن يكون بيساوي 2 منه، بيساوي 3 ايا يكن، فهي نفس الفكره. فاحنا هنفرض ان المومنت بيساوي بي في ار، بي ده اللي هو الايه الثابت اللي بينهم. كلام جميل. اسمه ايه الثابت ده؟ والله اسمه البيتش. تمام. طب احنا عارفين النقطه اللي هي عندها الار موازيه للمومنت؟ لا مش عارف. فاحنا نفرضها ان هي بوينت سي مثلا، وهنا كده مثلا، او ال 3 دي اهو، هنا بوينت او. فعشان والله نجيب المومنت about C بنعمل ايه؟ هتقول والله ان المومنت about C بتساوي المومنت about O ناقص OC كروس R، صح؟ طبعا ممكن القانون اللي فات كانت بلس، واحنا بنشرح احنا قلت لك ان هي بلس ايه HO كروس R. حلو. ما هي HO هياها ناقص OH. فاهم قصدي؟ عشان في كروس برودكت ايه بنعكس الاتجاه يبقى تمام. آه المهم كده انت جبت ايه المومنت about C. ينفع نشيلها ونحط البي ار؟ احنا قلنا ان السي ديت هي البوينت اللي عندها الريزلتنت موازي للمومنت، صح؟ ممكن نشيلها ونحط البي ار، ينفعش. هيساوي الام او ناقص الاو سي بلس الار. كلام جميل. ينفع نفك الاو سي؟ بعد اذنك بعد اذنك بس، الاو سي هتبقى ايه؟ بوينت سي اللي هي اكس وواي وزد. فممكن نقول دلوقتي والله البي ار كانت بتساوي الام او ناقص الاو سي اللي هي الاكس للسي والواي للسي والزد للسي كروس الار. عندك اي مشاكل؟ مفيش اي مشاكل، مش كده؟ هنعمل بقى ايه اخر حاجه؟ هنضرب في ار، تمام، دوت برودكت في ار. فهنا هتبقى ار دوت بي دوت ار بيساوي ار دوت ام او توتال ناقص ار دوت الاكس والواي والزد كروس ار. حلو. حتى بس كده للتفكير، احنا يعني ايه كروس؟ يعني احنا هيطلع بفيكتور هيكون عمودي على الار والاكس والواي والزد، اللي هو البوينت والار، صح؟ فمعنى كده ان ده اصلا هيكون عمودي على الار، صح؟ طب لما يكون في حاجه عموديه على حاجه ونضربهم ضد برودكت بيطلع ايه؟ بيطلع بصفر. تمام. مش لازم تكون فاهم الاسباب جايه منين، بس هي كده يعني منطقيه جدا. المهم، وصلنا لايه؟ وصلنا ان البي ار سكوير بيساوي ار دوت ام او توتال. كلام جميل. ينفع نجيب البي لوحدها؟
هيساوي R دوت MO توتال على ال R سكوير. تمام، القانون ده لازم تبقى عارفه كويس جدا جدا جدا. ليه بقى؟ عشان احنا هنحتاجه عشان نرجع نعوض بقى في المعادلة دي وإيه، ونجيب الحاجة اللي هو هيحتاجها. المهم كده دلوقتي هيطلع لك حاجة بقى، عايزين نركز. دلوقتي احنا هنحسب البي منين؟ من R دوت MO توتال على R سكوير. ممكن البي تطلع تساوي صفر، ممكن البي ما تساويش صفر. لو البي بتساوي صفر فده معناه ايه؟ ده معناه ان مفيش ولا نقطة فيها الار بتوازي الام او تي 2. مفيش، مش موجودة. لو البي بتساوي صفر ده معناه ان الفرض ده كله غلط، وان مفيش اصلا نقطة فيها الار بتوازي الام او 2. طب البي لو مش بتساوي صفر، لا يبقى كده في نقطة فيها الار بتوازي الام او تي 2. ودي حاجة اسمها رينش. رينش دي يعني ايه؟ يعني كأني بقول لك ان انا بشد دي كده وبلفها وانا بشد. فاهم؟ يعني الريزلتنت اللي هنا اللي بره كده، وفي نفس الوقت انا بشد لبره. ده ايه؟ ده اللي هو اسمه الرينش، انك كأنك بتلف كده. فاهم قصدي؟ حلو. فدلوقتي احنا جبنا البي، هنرجع تاني نعوض هنا. كلام جميل. هنا هيطلع لك ثلاث معادلات. حلو، انت ممكن تكون مفكر ان هم ثلاث معادلات، بس هم مش ثلاث معادلات، هم يعني هم ثلاثه ايكويشن، بس ما تقدرش تجيب منهم ثلاث مجاهيل. هم ثلاث خطوط من المعادلات، ان هم مش ثلاث معادلات تحلهم. حلو. طب برضه يعني اعمل ايه؟ هتقدر تجيب فيهم مجهولين، بس لازم هو يكون مديك معلومه كمان. تقول لي برضه مش فاهم، بس انت فاهم اصلا الاول ازاي تفكها؟ احنا نيجي نفكها نقول مثلا ان البي هتبقى في الار اكس هتساوي ام او بالاكس ناقص. هتفك الديترمينانت المفروض كده، تقول ان هو الاي والجي والكي، وتقول ان دي الاكس والواي والزد، وتبقى هنا ار اكس وار واي والار زد. واحنا بنجيب دلوقتي الاي كومبوننت، الاكس كومبوننت قصدي، فيبقى ناقص واي ار زد ناقص زد في ار، زد في ار واي. كلام جميل. البي معانا، والار اكس معانا، والان او اكس معانا، والار زد معانا، والار واي معانا. حلو. لو جيت كررت المعادله ثلاث مرات مش هتقدر تجيب الثلاث مجاهيل، هو لازم يتم يديك معلومه. فاهم قصدي؟ طب يديك معلومه مثلا ازاي؟ يقول لك والله ان هي مثلا في الاكس واي بلين، فانا معناه ان الزد بتساوي صفر، وخلاص عرفت ان الزد دي والله بتساوي صفر. بس كل حاجه معاك ما عدا الواي، تقدر تجيب الواي يا باشا. حلو. وهكذا ايه، هتفك ثلاث معادلات، تعمل معاك ثلاثه معادلات، وهو هيديك المعلومه، ومن المعلومه دي انت تقدر تجيب الباقي. ممكن يقول لك مثلا في اللاين اللي هو واي بتساوي 5، او في البلين اللي هو واي بتساوي 5، فمعنى كده ان انت تحط واي بتساوي 5 في كل المعادلات، فتجيب الاكس وتجيب الزد. عامة دي طريقة التفكير اللي احنا هنشتغل بيها. حلو. دلوقتي بقى هنبدأ ايه نحل مسائل، بس هنقول معلومة أول. لو البي بتساوي صفر، جيت حسبت ان انت وصلت ان الام او توتال بتساوي صفر، فده معناه ان انت ما عادش عندك في المسألة الا الريزلتنت. ودي تعتبر مسألة سنجل فورس. يعني يقول لك دلوقتي لو احنا هنشيل السيستم كله وهنحط فورس واحدة بس، فايه يبقى الام او توتال هتبقى بصفر، وهنحط ريزلتنت واحدة بس. حلو. وبعدين لو البي بقى عامة بصفر، فانت هتفك المعادلة تاني اللي هي البي ار هتساوي الام او توتال ناقص الاكس والواي والزد كروس ار. بعدين ده بصفر، هنجيب بقى ده الناحية التانية، فبقت اكس وواي وزد كروس الار بيساوي ام او توتال. وهنا يا باشا بقى انت تفكها وتجيب الاكس والواي والزد. طبعا ده هنحل مسائل، بس انت كنت لازم ايه تبقى عارف المعلومات دي. طريقة حل المسائل هتبقى ازاي؟ بطريقة منظمة. انت هتجيب اول حاجة فورس 1، بعدين هتجيب فورس 2 وفورس 3 وهكذا هكذا لحد ما تجيب في الاخر ريزلتنت، وتجيب هنا بوينت هي بتأثر عليها هنسميها R1، بوينت هي بتأثر عليها تاني نسميها R2، وهنجيب الريزلتنت. ولو تعرف تقلل النقطة على قد ما تقدر يبقى أحسن. يعني لو في نقطة بتأثر في F1 وفي نفس الوقت في F2 تبقى أحسن وأحسن. وبعدين والله هتشوف المومنت بتاعت الأول والمومنت بتاع التاني عند الأو، ولو في فري كابل هنحط معانا في الحسبان ونحسب الام او توتال. وبعد ما نحسب الار والام او توتال نبدا ايه بقى نتكلم. تمام. هنبدا بقى دلوقتي نحل، وعايزك بجد تركز عشان هو الموضوع يعني ايه ممكن يكون تقيل شويه. فايه ف... فركز معايا. بسم الله. هنحل اول مساله سهله اللي هي الكود بتاعها 4.35. مساله سهله ما لهاش علاقه بالرينج وكده، بس ايه نبدا بيها. والله عمل لك كده وقال لك ان في هنا فورس طالعه فوق كده ب 100 على بعد 3 متر، وقال لك
إن هو يمشي هنا بعدين رجع هنا كده، قال لك إن في هنا فرصة نازلة لتحت ب500 والبعد ده كده قال لك إن هو 4 متر، وقال لك والله إن في هنا point برضه على بعد 4 متر نازلة لتحت بقيمة 400. حلو، كلام جميل. زي ما قُلت لك هنعمل نفس اللي أنا قُلت لك هنا، هنجيب أول حاجة F1 مثلًا اللي هي ال100 بكام؟ ب0 و0 و100 لفوق. طب بتأثّر عند point إيه؟ والله مش 3 في الX وما فيهاش في الY ولا الZ، فيبقى 3 0 0. يعني ييجي الF2 مثلًا ال400 بكام؟ ب0 0 نيجاتيف 400 عشان هو لتحت. طب الR2 بكام؟ والله الR2 مشى في الX 0 مشى في الY الpositive 4 ما مشاش في الZ. نيجي الF3 والله مشي كده 4 ومشي كده 4 ف لأ سوري إحنا هنجيب الForce، الForce 0 و0 وسالب 500 والR3 مشى كده 4 في الX ومشى 4 في الY وما مشاش في الZ. كلام جميل. هنجيب إيه بعدها؟ هنجيب الresultant بكام؟ 0 0 800 بالنيجاتيف طبعًا. حلو، طب كلام جميل. نجيب إيه دلوقتي بقى؟ هنجيب moment 1 وmoment 2 moment 3 كمان. المفروض أنت دلوقتي بقى هتعمل determinant بتقول الmoment 1 ده هيساوي determinant كده I J K، هتكتب الأول الpoint طبعًا هنجيب about point الorigin فعلى طول هي الpoint اللي هو بيأثّر عليها هي عشان هي رأس الorigin بالpoint 3 0 0 و0 0 100 هيطلع معاك والله بكام؟ 0 كوما نيجاتيف 300 كوما 0. عايز تحسبها براحتك احسبها يعني بس هي طلعت ده كده moment 1. طب moment 2 والله طبعًا زي ما قُلت لك إن في طريقة بتتحسب على الآلة يعني، بس أنت المفروض إيه، تكون عارف تجيبها بسرعة، عشان إنك تجيبها كده أسرع لك دلوقتي، عشان المسألة إيه سهلة. 0 0 سالب 400 فالI هتشيل ده مع ده بسالب 1600 الJ ب0 الK 0. طب الmoment 3 والله 4 4 0 طبعًا I J K بعدين 0 0 سالب 500 فوالله هيطلع معاك بسالب 2000 كوما 2000 عشان في سالب أصلًا كوما 0. حلو جدًا. ينفع بقى نجيب الM total. الM total عند الO بيساوي كام بقى نجمع 0 سالب 600 سالب 1600 سالب 2000 بسالب 3600 كوما 1700 كوما 0. كده يا باشا أنت جبت الmoment O total. حلو، وجبت الresultant. ناقصك إيه بقى؟ هو عايز يعرف فين النقطة والّا فين الخط. لأ هو عايز يعرف فين الخط. طب ليه ما قالش إن هو عايز يعرف فين النقطة؟ عشان مش هتقدر تجيب النقطة، مش هتقدر تجيب خط، عشان مش هنقدر نجيبها إلا معادلة واحدة فيها الX والY. طب برضه يعني هنعمل إيه دلوقتي؟ شُفت النظرية اللي إحنا قُلناها في أول الحلقة اللي هي الmoment about any point من all forces بتساوي نفس الmoment بتاعة الresultant على نفس الpoint. أيوه، دي اللي إحنا هنطبّقها هنا. تعالَ بس نجيب ورقة تانية، بس نفتكر بس معلومتين إن الresultant كان ب0 و0 وسالب 800 وإن الmoment كانت بسالب 3600 1700 و0. تمام؟ إحنا دلوقتي عايزين هنطبّق النظرية دي إزاي؟ هنفرض إن الأرض بتأثّر عند point X وY وZ تمام؟ بس الZ بتاعها ب0 عشان هو قال لك هي في الXY بلاد. كلام جميل. وبعدين هنعمل إيه؟ والله وبعدين هنجيب بقى الmoment بتاعة الresultant إزاي؟ هتقول والله الX والY والZ cross الR ده هيساوي الmoment اللي هو ده. حلو، هتفكها يا باشا تقول والله I J K X مش عارف Y مش عارف Z إحنا قلنا ب0 وبعدين تقول والله 0 0 سالب 800 تمام. كده إحنا هنفكها دلوقتي هيساوي سالب 800 Y في الI direction كوما نحط السالب بتاعة الJ في سالب 800 يبقى موجب 800 في المِيّة X كوما الK 0 في X على 0 في Y ب0. تمام، منطقي طبعًا هيطلع 0 عشان هي بتساوي دي. فدلوقتي بقت سالب 800 Y بتساوي سالب 3600 وال800 X بتساوي ال1700. هو الفكرة لأ، الفكرة في المسألة دي إن إحنا هنجيب الX والY عادي عشان هُم مش في معادلتين مع بعض، فنقدر نجيبهم عادي. فكده إن الY هتطلع معاك ب
في مسائل تانية بيبقى المعادلة على بعضها بتطلع واحدة بس، وبيبقى الإكس والواي في معادلة، بس هو هنا كاتب الإكس والواي كوردينيت ما خدتش بالي بس. فنقول 3600 على 800 ب4.5، والإكس هتطلع 1700 على 800 تطلع ب17 على 8. كده يا باشا أنت جبت الإكس والواي، وقلنا الزد إيه بصفر. فده معناه إن البوينت اللي الكوردينيت بتاعها 17 على 8 و4.5 وصفر، البوينت دي هي البوينت بتمر بيها الريزلتنت. تمام؟ عشان البوينت دي بتمر بيها الريزلتنت، فالمومنت بتاعة الريزلتنت حوالين الأوريجين بتساوي نفس المومنت بتاعة الأوريجين من الأول فورسز. تمام؟ هيكون ممكن نجيب نقطة تانية. هو المبدأ واحد، يعني ممكن تجيب نقطة مثلا إكس، نقطة واي، أي نقطة في العالم. المبدأ واحد، إن الأول فورسز لو جبت لها المومنت حوالين النقطة دي هيساوي المومنت بتاع الريزلتنت حوالين النقطة دي. تمام؟ دي مسألة كده كانت على الماشي. حلوة بقى المسألة تانية. بس عايزك تبص بقى وتركز معايا. المسألة الكود بتاعها ده، المسألة دي شبه المسائل اللي هتجيلك في الكويز، تمام، أو في الميد تيرم كمان. لازم يجيلك مسألة 2 دي تكون بنفس الفكرة دي، إن هو هيديك شوية فورسز وهيقول لك والله أنا عايز ريزلتنت مثلا بين A و B، هنحط ريزلتنت فين بالظبط؟ هي المسألة تيجي كده بالظبط. تمام؟ شكل المسألة إيه؟ عمل لك والله كده كده، قال لك إن هنا حتة طالعة ماشي، وعمل لك هنا كده فورس 250، وعمل لك هنا كده فورس 500، وعمل هنا كده فورس 300، قال لك إن هنا بوينت A، قال لك إن هنا بوينت B، قال لك إن الحب دول كده بنص، قال لك إن في هنا مثلث كده، ركز بقى في مثلث 3 4، فدلوقتي هنعمل ريزوليوشن هنعمله على طول بقى من 4 5. وقال لك إن الأنجل دي ب30، وقال لك إن ده بواحد وده بواحد وده بواحد، اكتبنا إن ده نص. كلام ده اه ال البعد من هنا لحد هنا ب5/10، والبعد ده كده ب2/10. ركز بقى في البسيطة بسيطة دي عشان مش باينة في المسألة. الحبة دول كده ب2/10 والحبة دول ب5/10. ليه؟ هتحتاجها دلوقتي. المهم، أول حاجة قبل ما نبدأ إحنا قلنا هنجيب إيه؟ هنجيب الفورسز كفيكتور، وهنجيب الإيه؟ النقطة اللي بتأثر فيها، صح؟ أول حاجة F1، هناخد أنهي F1؟ ناخد ال 250 دي. هتعمل لها ريزوليوشن والله مرة كده ومرة كده، مرة تضرب في 4/5 ومرة تضرب في 3/5. ففي مرة تبقى ب200 اللي هي تبقى دي كده ب200، واللي تحت والله تكون ب150. فاهم جت منين؟ اللي هو كوزاين وساين، بس هي بسرعة عشان أرقام إيه سهلة. فوالله يبقى في 200 هنا كده تحت 150، فكده إيه بوزيتيف إكس 200، وفي الواي نيجاتيف 150. كلام جميل. بتأثر في بوينت إيه؟ أنت لازم تفرض نقطة أوريجين ونحسب من عندها. يعني بقى تفرض الأوريجين A ولا B ولا إيه؟ بص احنا ممكن نفرض الأوريجين هو بوينت A، تمام؟ فبوينت A اللي هي هنا، هنفرض إن هي كده هنا ده الأوريجين بتاعنا. كلام جميل. فهو والله البوينت دي طلع 3 ومشى نص، طلع 3 في R1 بكام؟ طلع 3 ومشي كده نص، فيبقى إكس نص وطلع 3 يعني هو. كلام جميل. نجيب F2. F2 والله بكام؟ F2 اللي هي ب500 مثلا، هنعمل لها مرة كوزاين كده ومرة أي ساين لفوق، فهنقول هي في الإكس 500 كوزاين 30، وفي الواي والله 500 ساين 30. طب إيه الدايركشن؟ هتبقى هنا كده شمال والفوق، شمال يعني سالب والفوق موجب. تمام. عايزين نشوف البوينت اللي بتأثر فيها، الدنيا بقت كده ليه؟ المهم هنقول والله إن الR2 تساوي، قال لك إن هي بتأثر، ركز بقى ال2/10 يعني تظهر يعني. هو قال لك هيطلع 2 وهيمشي شمال 2/10، فشمال يعني سالب 2/10 كده، وهيطلع 2 في الواي. كلام جميل. نجيب والله دلوقتي الF3. الF3 بكام؟ والله الF3 ما فيهاش أي حاجة، 300 في نيجاتيف إكس وصفر، وبتأثر في النقطة واحد، قصدي بتأثر في النقطة صفر وواحد. مفيش حاجة في الإكس وطلع في الواي واحد. استنى، هو مفيش حاجة في الإكس؟ لأ مشى، هو مشى يمين كده، مشى يمين، مشى هي بتأثر هنا. تمام. فهو مشى 2/10 في البوزيتيف. تمام. ممكن نحسبها بوزيتيف أو نيجاتيف، بس هو أصل المسألة يعني عشان إيه ما نلخبطش الدنيا. تمام. كلام جميل. هل ده يفرق معانا؟ بس أنا باقول لك إيه الطريقة، بس دلوقتي إحنا أصلًا هنجيبها إيه في طريقة تانية يعني. كده أنت جبت الforces، هات الresultant بكام الresultant؟ ب200
ناقص 500 كوزين 30 ناقص 300 سالب 533 كوما سالب 150 زائد 500 ساين 30 زائد صفر ب100. تمام كده احنا جبنا ايه الريزلتنت. طب عايزين نجيب المومنت. المومنت انت مش هتحسبه كده، المومنت انت هتحسبه ايه؟ حوالين بوينت بالطريقه اللي هي المومنت بيساوي اف في دي. تمام عشان 2 دي فمش مستاهل ان احنا نجيب ايه الطريقه دي. بس انا كنت بقول لك ازاي هنجيب الكوردينت. المهم طبعا احنا فكينا ده اللي واحد كده ب 200 وواحد تحت ب 150 صح؟ اللي هو ده. وده 300 كده جاهز، وده فكناه 500 كوزين. هنا كده 500 كوزين وفوق 500 ساين. تمام جميل. هنجيب المومنت اباوت ايه؟ ركز بقى في فورس. اول حاجه الفورس اللي هي ب 200 دي هتمشي قد ايه؟ هتمشي والله 3 متر عكس عقارب الساعه. ف 200 في سالب 3 عشان هي ايه قصدي مع عقارب الساعه في 3. طب ال 150 والله ال 150 كده هتمشي نص، وده برضه سالب عشان هي مع عقارب الساعه 150 في نص. كلام جميل. ال 300 دي هتمشي قد ايه؟ والله هتمشي واحد كده مع ولا عكس؟ لا والله هتبقى ايه؟ عكس فبوزيتيف. بوزيتيف 300 في واحد. تمام جميل. هيفضل لك دي والله 500 كوزين 30 كده هتمشي 2 يبقى زائد 500 كوزين 30 في 2 تمشي 2 متر. وعندك دي بقى هتمشي ايه؟ عكس، قصدي هتمشي مع فبالسالب تبقى زائد 500 ساين 30 في الاتنين من عشرة اللي هو البعد. بس بالايه؟ بالنيجاتيف عشان يمشي مع عقارب الساعة. فهمت قصدي؟ تاني بالراحة. انت هتجيب فورس عملنا ريزوليوشن تشوف بقى البعد. فالفورس اللي هي ال 200 اللي احنا عملناها ريزوليوشن كده البعد بكام؟ الحبة دول اللي هو التلاتة. طب ال 150 والله ال 150 مش هتنص بس. طب ال 300 والله 300 واحد سهلة جدا اهي. طب ال 500 هتفكها 500 كوزين و 500 ساين. 500 كوزين مش اتنين اللي هم دول. 500 ساين 2 من 10 اللي هم دول بس. هنحسب كل ده على الآلة هيطلع معاك برقم بكام بقى؟ 200 في سالب 3 ناقص 150 في نص زائد 300 في واحد زائد 500 كوزين 30 في 2 ناقص 500 ساين 30 في 2 من 10. هيطلع معاك ب 441. تمام ده طبعا نيوتن متر. تمام انا برضه كده ما خدتش مسألة، انا كده جبت ايوه المومنت وجبت الريزلت. طب هتعمل ايه بقى لازم؟ والله بص، هو قال لك ان احنا عايزين نعرف فين الريزلتنت على الخط اي بي. فانت هتقول والله الخط اهو، افرض ان دي الاي ودي البي والريزلتنت في حته هنا كده. طب الريزلتنت شكلها ايه؟ والله قال لك سالب 533 يعني عندك هنا كده 533 وعندك تحت 100. تمام واحنا بنجيب المومنت اباوت ايه صح؟ كلام جميل. طب دلوقتي احنا هنجيب المومنت بتاع ده وده. طب ال 100 اصلا هي بتمر بالايه فملهاش مومنت. احنا مش هنجيب الا المومنت بتاع ده. المومنت بتاع ده هيساوي 533 في البعد اللي هو الدي في الدي هيساوي المومنت اللي هو 441 صح؟ اه فدلوقتي احنا وصلنا ل 533 في الديستانس هي البعد الريزلتنت عن A بيساوي 441. فالديستانس لما تيجي تقسم هيطلع معاك ب تقريبا 827. حلو. في حاجة ما خدناش بالنا من السؤال اللي هو بيقول لك هنحسبها من عندي بيه عادي جدا. احنا جبنا ده والمسافة كلها في 3 فهنقول والله 3 ناقص الرقم اللي احنا جبناه هيطلع معاك ب 2 و17. كده يبقى الإجابة اللي هو عايزها إن هي 2 و17. فهمت قصدي؟ يعني هي بتبعد عن ايه؟ بوينت 827 وبتبعد عن ايه 2 و17 هي يعني. بصراحة ده سؤال شبه اللي هيجي لك بالظبط يعني إن شاء الله. غالبا هنحل الحلقة الجاية أسئلة على أسئلة من المنازل وكده. عن السنين اللي فاتت ترسم المسائل من الشيت عشان تفهم احنا اصلا ازاي بنحل. تمام. حاجه النهارده كده كانت ريفيجن بس على الرينج ومفروض ان تكون سمعت المحاضره يعني. وحلينا مسألتين من الشيت بننظم بيها بس طريقه الحل. انما الحلقه الجايه ان شاء الله بجد هتبقى حلقه تقيله يعني. لازم تكون فهمت الرينج كويس قوي وفهمت البيزكس ازاي اللي انت هتحل. عشان سؤال الرينج بيبقى طالب 10 15 مطلوب فاحنا هنطول قوي في سؤالين مثلا ممكن سؤالين بس الحلقه الجايه بس هيطولوا قوي يعني معانا. وطبعا السؤال ده اساسي في الميد تيرم وفي الفاينل وممكن اقول لك ده كان سؤال كمان هيجي. تمام.
لو عجبتك الحلقة متنساش تشترك في القناة، ولو عندك أي أسئلة ممكن تسألني في كومنت، أو عاملين جروب على الواتساب هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت الفيديو. تقدر تقول خير يا باشمهندسين، ومع السلامة.